تخيل انك توصل مدينة المتنمرين. مساء الفل عليكم يا صحابي. النهاردة معانا مسلسل خطير جدا وهو ويندو بريكر اللي بيتكلم عن اضعف شاب في القرية كلها. تخيل انك توصل مدينة المتنمرين اللي بيتنمروا على لبسك وشكلك وفلوسك، وبيصحى فيها بطلنا الضعيف اللي بيقرر اليوم ده انه خلاص ما بقاش ضعيف، وبيبقى ماشي في مدينة المتنمرين وبيلاقي بنت مزنوقة مع شوية متنمرين بيرخموا عليها، ولكنها بتقول لرئيسهم لو ما مشيتوش هطقشكم زي البيض اللي معايا. وطبعا بتحاول تمشي ولكن على مين؟ واول ما العصابه بتشوف ساكورا بتتنمر عليه لانهم مسمينه بالضعيف في القريه. واما ساكورا بيمسك رئيس عصابتهم وبيتفادى ضربه وبالتانيه وبيبتدي يخلص عليهم كلهم. وبيروح ساكورا لرئيس عصابتهم وبيقول له بص في وشي كويس عشان تفتكرني، علشان لو شفتك بعد كده مش هرحمك. واما البنت بتكون مذهوله جدا من اللي بيعمله ساكورا وبتوقفه وتشكره، ولكن ساكورا بيستغرب قوي لانه عمره ما حد في حياته شكره على قوته، وعلى طول بيقولوا له ان انت ضعيف وجبان. واما البنت بتقول له شكلك كده جعان، وبتاخده على المطعم اللي هي شغاله فيه وبتقول له غريب انك عرفت تدخل البلد دي لانها مليانه جماعات وتحزبات وعصابات بتقتل بعض، والناس العاديه اللي في حالها زيك كده ما بتدخلش البلد دي. وبتقول له نسيت اعرفك بنفسي، انا اسمي كوتا. واما ساكورا بيفكر مع نفسه وبيقول هي ليه بتعاملني كويس كده رغم ان ضربت 5 رجاله قدامها، المفروض تخاف مني شويتين. ولكن كوتا بتقطع حبل افكاره وتقول له اكلنا مش عاجبك ولا ايه؟ وبيعجب ساكورا قوي وبيقول لها ما ينفعش اخد وجبات من هنا لبره. وكوتا بتقول له انت شكلك غريب قوي، نص شعرك لون والتاني لون تاني، حتى عينك لابس عدسات حلوه كده. وبتستغرب لان كل الناس بتقرف منه. اما ساكورا كان هدفه ان هو يروح لفورين علشان يقاتل ويبقى اقذر القذرين، لانه معروف عنه ان اقل واحد في تصنيف اقوى المقاتلين. واما ساكورا لما عرف ان البلد دي فيها قتال قوي قال انا جاي عشان ابقى وحش واحد فيهم واطلع عقم، لان هنا كل الناس بتحتقرني فانا عايزه ابقى اقذر القذرين. اما كوتا بتقول له علشان كده لابس لبس المدرسه من النهارده، وبتبتدي تتريق عليه. اما هو بيفضح نفسه ويقول لها لا عشان ما عنديش لبس اصلا. وبيقطعهم راجل عجوز انه خلص اكله وماشي وساب الحساب على الترابيزه. واما كوتا بتشكره ان اكل في المطعم مرتين ورا بعض. وساكورا بيفكره بشنطته اللي نسيها في المطعم وبياخدها العجوز وبيبتدي يمشي. واما كوتا بتدي ساكورا شويه بونبوني وبتشكره على انه ساعدها النهارده وانقذها من موقف صعب كانت فيه، ولكن هو بيتضايق جدا وبيقول لها المفروض تكوني خايفه مني، انا عايز ابقى شخص مخيف. واما كوتا بتقول له بوضعك والهبل اللي انت بتعمله ده مش هتكسب ولا اي حاجه، ولا هتبقى في عصابه فورين، ولا هتكون في القمه ولا حاجه، انت محدش يبص لك اصلا. وبيتعصب ساكورا بيقول لها انا هبقى اقوى واحد فيهم. واما كوتا بتقول لساكورا حتى لو كنت قوي عمرك ما هتاخد المركز الاول في فورين لانك وحيد. وبيتعصب ساكورا اكتر وبيبتدي يسيبها ويمشي، وبتقول له لما تشوف رجاله فورين هتعرف كلامي. وبيمشي ساكورا في الشارع وبيقابل العصابه اللي كانت بتضايق كوتا في الشارع وهو انقذها منهم. وبيقابل رئيس العصابه اللي قال له لما تشوف وشي ابقى افتكرني. ورئيسهم ابتدى يتريق على ساكورا وقال له انت شعرك نص لون ونص التاني لون، وابتدى يتريق على عدساته ولون عينيه. اما ساكورا ابتدى يفكر ان كل الناس رافضينه وان هو وحيد ومحدش بيديله اي قيمه، وبيقول في دماغه ان انا لو هزمت زعامهم هبقى اقوى منه. وكمان بيفتكر كلام كوتا ان هو عمره ما يوصل للمركز الاول في حياته وان هو هيفضل طول عمره لوحده. واما رئيس العصابه جاي برجالته علشان يرد الضربه لساكورا، ضربه توديه في داهيه. اما ساكورا بيقول لا انا اقوى وبيبتدي يضربهم كلهم. واما كوتا بتسمع صوت العركه كلها، وبيبتدي رئيس العصابه بياخد كوتا يهدد ساكورا بيها. واما ساكورا بينقذها للمره الثانيه وبيقول لها ده مش عشان خاطر عيونك، ده عشان انا ما بحبش التصرفات الغبيه دي، لحد ما بيقف قدام كوتا عشان يحميها. وبيفكر ان حمايه اي شخص نتائجه بتوديه في داهيه، لحد ما واحد من العصابه بيمسك سكينه وبيعوره في رجليه. وكوتا بتكون خايفه عليه وبيجي واحد منهم بيهجم عليه وبيكون ماسك عصايه. وساكورا بيفكر ازاي يطلع من المصيبه اللي هو فيها دي. وبيظهر هيراجي اللي بيلاقي ساكورا لابس يونيفورم مدرسه فورين، وبيقول لكوتا ما تقوليش لحد ان هو انقذك او حد حاول يضايقك. وبيظهر فريق هيراجي اللي هو عباره عن 3 رجاله وبيقول لهم هسيبكم عليهم كلهم، اي نعم انتوا 3 بس اقوى منهم. وابتدوا يتخانقوا مع بعض. وللمره الثانيه هيراجي بيحمي ساكورا، وبيستغرب ساكورا من هتاف الناس على اللي بيحصل بينه وبين العصابه دي. وكوتا بتقول لساكورا ما تستغربش، مش بقولك البلد اتغيرت كتير، واول حاجه بداوا بيها البلد انهم يحطوا لوح مكتوب عليها اي حد هيتعدى النقطه دي يقول على نفسه يا رحمن يا رحيم. وكانوا عصابه ملهمش اسم، والبلد دي هي اللي سمتهم، والاسم بتاعهم هم حماة البلد او بوفرين او ويندو بريكر، وكل البلد بتحبهم وتدعمهم. وبيجي ممرض وممرضه بيكونوا فخورين باللي عمله ساكورا وانهم حابين يعالجوا جرحه. وبيصرخ ساكورا ويقول لهم بس اسكتوا. وكوتا بتقول له على فكره اي نعم انت وحيد، ولكن اللي عملته ده مش هيخلي البلد تنسالك اي حاجه عملتها، ومع الوقت هيبتدوا يتمسكوا بيك. تفتكر يا ساكورا انت ليه انقذتني واديت للراجل الشنطه اللي نسيها في
المحل، وانك كمان عايز تطلع الاول. خليك باصص قدامك وعلى هدفك اللي انت عايزه. وساكورا بيعمل حاجه غريبه جدا بانه يروح للجميع اللي موجودين ويجري عليهم ويضرب واحد منهم ويقول لهم وروني نفسكم يا حماة البلد، لانه كان حاسس انه دايما مكروه واقل واحد فيهم. وبيروح بعدها ساكورا المطعم كوتا، وبتدخل ست عجوزه بتركب فوق ظهر ساكورا على اساس انها ما بتعرفش تمشي، ولما بينزلها ساكورا بتمشي زي الحصان. وبتبتدي العجوزه دي تتريق عليه وتقول له يا ظهري. وساكورا بيقول له كوتا انا سايب لك المطعم وماشي، وبيتفاجئ بسندوتش بيض بيزغلل عينيه وما بيصدقش نفسه لانه جعان. واما كوتا بتقول له النهارده اول يوم اكيد متحمس للمدرسه جدا. وساكورا بينكر انه متحمس. وبيدخل شاب روش كده في نفسه، وساكورا بيقول له شيل تيكت بس اللبس اللي انت لابسه وابقى اتكلم معايا. والولد ما بيعرفش يشيلهم وبيقع لحد ما يوصل للتيكت. وبيتصدم ساكورا ان الولد ده هيكون معاه في نفس السنه الدراسيه. واما ميكا بيعرف ان ساكورا من بره البلد، وبيمسكه يقول له شعرك وعينيك شكلهم غريب، وبيبتدي يتنمر عليه. وبيفوق ساكورا على صوت ضحكه كوتا، وبتقول لميكا انه لسه واصل البلد امبارح. وساكورا بيقول ازاي الاهبل ده هيكون معايا في نفس السنه، وبيقول له ان المدرسه دي شكلها مش عاديه، لان جماعه بوفرين بيحموا البلد وبيدافعوا عن الضعفاء وبيموتوا الاشرار زي ابطال العداله كده بالظبط، وكل اللي بيجي بيبقى عايز يحمي البلد دي. وبيبتدي ميكا يقول لساكورا انت ليه جاي نكره كده، ولا صديق ولا حبيب ولا قريب. اما ساكورا بياكل وبيقول له انا عارف ان في اقوياء، ولكن انا هبقى راضي لو بقيت اقوى واحد فيهم. وبيرد عليه ميكا ويقول له بس يا ساكورا ما تقولش كلام انت مش قده. وساكورا بيقوم بيبقى متغاظ عايز يضربه، ولكن بيلاقي الوقت متاخر وميعاد المدرسه بدا. وميكا بيمشي لانه مش عايز يتاخر على المدرسه، وكمان ما اكلش وجبته من كوتا كالعاده. وكوتا بتستفسر من ساكورا وتقول له بذمتك ميكا مش شخص لطيف؟ وساكورا شايف ان هو احمق، مش شايف عامل ازاي. وساكورا شايف ان شخص اهبل بلبسه ده. وكوتا بتقول له سيبك اجيب لك قهوه، وبيقول لها لا انا مش عايز قهوه، وعلى فكره انا مش بتنمر على لبسه، انا على اللي بيهتم بالموضه بيكون اجبن واحد في المعركه. اما كوتا بتقول له انت بتحط افتراضات وخلاص. ولكن ساكورا بيقول لها انا شفت ده قبل كده وبيفتكر نفسه. اما كوتا بتقول له ايه رايك يا ساكورا في حبه القهوه، تعرف لونها ايه؟ قال لها بني طبعا. فبتقول له لا لونها احمر وزي حبه الكريس طريه من بره، انا كنت فاكره كده زيك، ده زينا بالظبط، احنا بنبص للحاجات شكلها من بره وما بنعرفش شكلها الحقيقي من جوه عامل ازاي، فعشان كده ما تحطش افتراضات على حد غيرك ولا تحكم عليه من غير ما تعرفه كويس. اما ساكورا كل اللي بيهمه القتال، وبيقول لها تفتكري الواد ده بيعرف يقاتل؟ فكوتا بتقول له هو ده كل اللي همك في الحكايه كلها؟ وبيروح ساكورا شارع تونبو اللي هو بيكون شارع مليان سوق، وكان ماشي يفكر في كلام كوتا وانه مجرد كلام، وبيخبط في راجل شايل عيش صابح كده وبيقول له شكلك جعان يا ساكورا. وساكورا بيستغرب قوي منهم، والراجل ده بيقول له انت بتساعد في حمايه البلد، ومراته كمان بتاكد نفس الكلام وتقول له انت اللي دخلت معركه امبارح وكنا مبسوطين منك قوي. واما ساكورا بيشكرهم وبيمشي، ولكنهم بيحطوا العيش في كيس وبيقولوا له خده معاك اتغدى بيه، ده عيش ربنا ما يترفضش. وساكورا بياخده وفعلا بيمشي وما بيسلمش، وبيلاقي ربنا بيحدف عليه من كل حته، تفاح، لحمه، عصير، لبس، وكل حاجه بقى ماشي بشنط قد كده. وبيقعد يفكر ساكورا انه مش شخص مثالي لكل ده. وفجاه بتخبط فيه واحده هوب، كل حاجه بتقع في الشارع، وبتستنجد بيه وتقول له ساعدني. وفي الناحيه التانيه ميكا بيتضرب لانه دافع عن بنت كان فيه شويه شباب بيضايقوها، والعصابه بتمسك ميكا وبتتريق عليه وتقول له انت اللي محتاج مساعده، انت مش عارف اصلا تكلمنا. وميكا بيمسك رئيسهم وما بيكونش واصل لكتفه، وبيتعصب ميكا عليهم جدا وبيقول لهم كلكم هتطلعوا من البلد واحنا هنحميها وهنطلعكم كلكم. وبيبتدوا كلهم يضحكوا عليه لانه مش قادر يعمل حاجه، وبيقولوا له بلاش تقول كلام انت مش قده يا راجل. وبيبتدوا يضربوه وبيقولوا له احنا اللي هنطهر البلد منك ومن الناس الضعيفه اللي زيك. ولسه رئيسهم هينزل على ميكا بقبضه ايده، بيوصل ساكورا في الوقت المناسب وبيبتدي ينقذه، والعصابه بتتغاظ جدا وبيهجموا عليهم، وميكا خايف عليه وبيقول له مش هتقدر عليهم انت لوحدك. ولكن ساكورا ما بيتهزش وبيخلص عليهم وبيجيبهم في شوال. وبيستغرب ميكا ان ساكورا عمل كل ده في ثواني. وساكورا بيقول لميكا انا مش عارف انت ايه اللي جايبك هنا، كلهم هيضربوك. اما ميكا بيقول له انا حتى في الاعداديه كنت بتضرب وما كنتش بعمل حاجه، كنت على طول بسمع كلامهم، وكان في شخص قوي جدا كان بيحميني وكنت بحبه قوي، علشان كده جيت فورين علشان اكون زيه قوي، ولكن انا دلوقتي ولا حاجه والناس كلها بتشفق عليا. اما ساكورا بيقول له مش كفايه انك ضعيف، هتبقى كمان شكاء بكاء. وبتيجي البنت تطمن على ميكا وانه انقذها من الولد اللي كان بيضايقها، وبتشكره جدا وبتشكر ساكورا. وبيمشي ساكورا وبيوقفوا ميكا بيقول له استنى في حاجه خطيره لازم تقولي عليها. واما ساكورا بيتخض منه قوي، وبتطلع الحاجه الخطيره دي ان هو عايز يعرف وزنه وطوله وفصيله دمه وكمان مهاراته واللازم منه. وبيحاول ميكا يحدد الوزن والطول بنفسه، وكان ميكا بيسجل كل بيانات اللي بيحبهم في النوتة السريه بتاعته. واما ساكورا بيسيبه ويمشي وبيقول ده عبيط شكله ولا ايه. وساكورا بيتضايق وبيقول ما تلمسنيش. اما ميكا بيقول له اي نعم انا ضعيف وكده، بس كل معلومات المدينه دي عندي انا.
وبياخد ساكورا عشان يروح المدرسة. وبيروح ميكا المدرسة مع ساكورا وبيشوف قائمة الطلاب اللي في الفصل معاه، وبيلاقي نفسه في الفصل مع ساكورا وبينبسط جدا، وبيتعرف على كل اللي معاه في الفصل من اساميهم في اللوحة لانه دارس البلد كويس قوي. اما ساكورا ما بيهموش مين معاه في المدرسة اصلا. واما ميكا بيطلب من ساكورا انه يكون متفائل، واما ساكورا بيبقى عايز يخبط ميكا في الحيطة. وميكا فجأة بيلاقي ساكورا بيحمى عضلاته عشان يستعد، وبيقول له ما عنديش مشكلة اكون ضد اي حد. وبيدخلوا الفصل ومدرس الفصل بيعرف انهم متأخرين وبيعرف اساميهم، وبيحاول ميكا يستسمح المدرس علشان يدخله. وبيطلع المدرس ياباني وعنده عين فيها ختم روح صينية قديمة مش من حادثة ولا حاجة. وبيروح المدرس لساكورا وبيقول له انا سمعت باللي انت عملته امبارح في الشارع. والفصل كله بيبقى عارف باللي عمله ساكورا في الشارع هناك في المدينة، وانه كان بيحميهم من الاشرار اللي هناك. وبيلاقي الفصل كله عارف عنه كل حاجة، فبيستغرب قوي وبيسألوه ان هو ليه جه هنا، واتصدموا ان هو جاي يوصل للقمة ويتفوق عليهم. وبيظهر واحد فيهم شرير قوي اسمه كيتارو، هو اشد مقاتل في البلد، وبيتريق ساكورا عليه وبيقول له انا بحب الكلاب المسعورة اللي زيك. واما كيتارو بيكسر الفصل عشان يخوفه. تفتكروا ساكورا هيعمل ايه معاه؟